السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد بنتكلم فيه عن العبقري واللوزعي جمال عبد الحميد اللي لعب في الأهلي حوالي 6 سنين، وكل مرة يطلع ويبكي ويعيط ويقول إن الأهلي ظلمني، رغم إن كل زمايله اللي كانوا معاه في جيله كدبوه، والمسؤولين في النادي الأهلي في الوقت ده اللي خدوا القرارات كدبوا وطلعوا قالوا ان كل الكلام اللي بيقولوا خيال. اول مره اشوف واحد مصمم على كذبه بقاله 31 سنه على كيان زي الاهلي لعب فيه بس 6 سنين. يعني المفروض ان هو على الاقل خالص طلع مره اتنين تلاته، خلاص الموضوع انتهى. لا، شغال في المظلوميه وان هو اتظلم وطالع يعيط مع مدحت شلبي. تخيل ان جمال عبد الحميد بقاله 31 سنه من وقت الاعتزال مفيش فرصه يطلع فيها على التلفزيون غير لما يتكلم عن قصته مع الاهلي. الغريب ان في اكتر من لاعب من جيله كدبه، حتى محمد عباس اقرب صديق ليه وبرضه مصمم على الكذب. الجديد والصدفه ان مدحت شلبي اللي محدش بقى بيتفرج عليه زي الاول طبعا عايز يعمل ترند بالحكاية المسخة دي والقديمة، والخلاص بقت يعني حاجة سمجة. لكن كان موجود معاهم في الاستوديو، وتخيل مين؟ شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم ده اللي ما يعرفش كان في الحادثة بتاعته دي اتكلمت عليها الدول العربية كلها، خارج منها استحالة تقول ان ممكن يتحرك اصلا، يعني مش يلعب كورة، لا يتحرك طبيعي. ومع ذلك رجع ولعب واعتزل في الاهلي. والسؤال هنا، جمال اتصاب في التمرين وشريف عمل حادثة بالعربية، الاتنين في نفس السنة. لو الاهلي عايز يستغنى عن حد، يستغنى عن جمال اللي حصل له كسر في القدم، ولا شريف اللي حصل له كسر في القدم والحوض والكتف والدراع والصدر؟ يعني كان متشرك تقريبا، ما ينفعش يرجع تاني. الخلاصة هي عقلية، ومين عايز يرجع بسرعة لمكانه زي شريف المتكسر اللي رجع ولعب واعتزل في الأهلي؟ هي المنتاليتي اللي بيقول عليها محمد صلاح. وزي جمال اللي كان بيتدلع وعايش دور الحبيب وعايش ويتمتع مع الرقصات في النايت كلاب. المفيد ان جمال زي صالح جمعة وعمرو وردة والنوعية دي من اللعيبة اللي ما تنفعش مع الاهلي، وحتى لو لبست تيشيرت الاهلي فترة هيكون ليها وقت، ومع اقرب فرصة هتسمع مع السلامة. فعلا اقرب مثال لده هو لعيب، اخر لعيب كان موجود فعلا اللي هو صالح جمعة. برضو نفس القصة، موهوب جدا وكل حاجة، بس عقله موديه في داهية، بيدور على متعته ولذته وما بيفكرش في الالتزام وعلى هواه زي ما بيقولوا. بس المحترم في صالح ان هو ما طلعش عاب في الاهلي ولا ان الاهلي ظلمه ولا اي حاجة، بالعكس ده خد فرص كتير جدا واكتر من ناس تانية ما خدتش نفس الفرص بالعرض. ما تنفعش مع الاهلي النوعية دي، وحتى لو لبست تيشيرت الاهلي هي زي ما قلنا هيكون ليها وقت وهتمشي في اقرب وقت. هو بقى مصمم يربط الاتنين ببعض عشان يجمل الطرد من الاهلي، ان هو اتطرد، ومع ذلك بيحاول يقول لا ان هو اتظلم ومشي ظلم. في ارشيف يا جيمي في من مجالات صورك منوره مع الرقصات، وبالتالي انت رحت الزمالك عشان كان بيعمل اعلانات للكباريهات في مجله النادي الرسميه. يعني رحت للمكان اللي ما عندوش مشكله في اللي انت بتعمله وبيعمل لهم اعلانات كمان. والله يمسيك بالخير يا مرتضى، شرح بالتفصيل من قلب النادي ومن مكتب الرئيس، وفي ايده كانت المجله. افضل اتكلم بالاسطوانه المشروخه لانك بتاكل بيها عيش على القنوات الفضائيه، لان انت مالكش في الكوره ومبتعرفش تحلل ومش فاهم في اي حاجه ولا ليك في الاعلام. رساله في جمله اخيره، مع ان الاهلي ما عملش فيك اللي بتقوله بشهاده زميلك، مش اداره الاهلي هي اللي طلعت تدافع عن نفسها.
بس طالما انت شايف ان اللي حصل فيك كده، احنا برضو شايفين انك تستحق يا جيمي.